قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه، لأنه قد يحدث الإنسان شيئا باعتبار الناس أنه ليس منه، لكن لجهلهم، وهي ما تسمى بالسنة المهجورة. بعض الناس أحيانا لفقدهم السنة المهجورة هذه، لا يعرفونها، لم يسمعوا بها، فالذي يحدثها لا يقال إنه ابتدع، وإنما أحيا سنة مهجورة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فنفرق بين إحياء السنة المهجورة وبين الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. أما البدعة فهي طريقة في الدين مخترعة يعني لم تكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تضاهي الشرعية أي تشابهها، يقصد بها المبالغة من التعبد أو في التعبد لله.